باعتبار ان انا احد الضحايا، وزي ما حضراتكم شايفين كده بقالي تقريبا 3 ايام مش عارف اطلع ولا اروح في اي مكان. فخليني اكلمكم سريعا على الهيربس. الهيربس هو عدوى فيروسيه ليها اكتر من نوع، والنوع اللي بيطلع لمعظمنا حوالين الشفايف ده هو النوع البسيط، واسمه الهيربس سيمبلكس فيروس. والغريب في فيروس الهيربس ده ان انت اصلا ممكن تكون مصاب بيه ولكن بصوره غير نشطه. يعني الفيروس ده قاعد جوه جسمك ومستني بس الفرصه المناسبه، والفرصه المناسبه دي ممكن تكون دور برد شديد او فتره من الضغط العصبي او النفسي، وقتها هيظهر على الجسم في شكل حبوب. كمان لازم تكون عارف ان الهيربس سيمبلكس بيعتبر سيلف ليميتنج ديزيز، يعني حضرتك لو سبت المرض بدون اي علاج هو هياخد فترته في الجسم وفي النهايه هيخف لوحده. اما بقى الخطير بخصوص الهيربس ان هو بيكون معدي باللمس، يعني حضرتك لما يكون طالع لك الحبوب دي حوالين شفايفك مش لازم تمشي تحضن وتبوس في كل الناس، ولا حتى تحاول ان انت تهرش في الحبوب دي ولا حتى تقشرها، لان ده ممكن يسبب انتقال العدوى لاماكن تانية. ومن اكبر الاخطاء اللي انت ممكن تعملها ان انت بعد ما تهرش في الحبوب دي تحط ايدك على عينك، كده انت ممكن تنقل فيروس الهيربس للعين، وده ممكن يسبب لك فقدان البصر. دمتم بخير، دمتم سالمين، سلام.